حازم، مساء الفل. مساء النور يا دكتور، اهلا بيك. من الحاجات اللي بتحصل دايما الناس تيجي للعلاج، وعندي مشكله كبيره وشايف المشكله كبيره قوي وعايزه لها حل كبير بقى. ما هي انت ما ينفعش انك تقول لي ان المشكله الكبيره بتاعتي دي حلها حاجه صغيره. بالظبط. انا لما بشوف ان انا محتاج حاجه كبيره عشان تحل المشكله الكبيره ده، ليه انا بدور على الحل الكبير ده؟ هو الحل الكبير زي ما حضرتك قلت، هو الحل الكبير متسق مع اعتقادي ان المشكله كبيره. فهو اصلا اكتر حاجه تزاولني في تفكيري انك تقول لي لا مشكله مش كده، تعمل لي ديس ارمنج، او انك اللي انا جاي بيه وانا وحش والدنيا بايظه والكلام ده كله، فبتديني سيجنالز وبيحصل رابور. فبقول لا، ده انا تمام زي ما انا. مم. يعني انا لو حد جاي بيتكلم كده مش من الاول هريزست وهقول له لا ومفيش حل كبير ولازم نفكر بيبي ستيبس. هو الكلام ده هو ديتاتشد، هو جاي عامل فيكسيشن، انا اريد الاجابه النموذجيه. فانا لو كلمته انتلكت فيرسز انتلكت انا هخسر. الفكره كلها ان هو في ديفنسز طالعه محتاجه تهدى ومحتاج يحس بالامان، فيبتدي يستوعب، فيبتدي يغير، يعني يغير الفكره. هي الفكره كلها. وعلى فكره يعني هي فكره منطقيه. لو انا في حياتي كل حياتي بايظه بسبب حاجه، منطقي ان انا اعتقد ان الحاجه دي كبيره، ان انا مش فاهم وحياتي بايظه، يبقى انا ما ينفعش بقى لازم اخد 100 دواء وبتاع. ف you will disrespect me لو في اول جلسه قلت لي لا على فكره كل اللي عندك ده اي كلام. اي كلام ايه؟ انت حاسس باللي انا حاسس بيه. لكن اديتني السنس اوف سيفتي وانا I trusted you as a messenger. I will listen to your message. فهي الفكره في كده. حتى في كتاب اتوميك هابتس هو في الاول ما كانش بيتكلم على ده خالص. اول 2 chapters كان بيتكلم على ان هو مش عارف حصل له حادثه وكان فوتبول بلاير وحياته اتدمرت ورجع تاني. فبنى رابور انا بنيت رابور معاه از ان اوثر. ايه ده بني ادم زيي اهو، ده كان خيش وطلع وبتاع. تمام، تعالى بقى يقول لي انت عندك ايه بقى. فهو ما كانش بينظر قوي، او الدخله لازم تكون دخله اللي هو هيومنز شولدر تو شولدر، بس انا في شويه تكنيكس كده والله طلعتني لقدام، تعالى اقول لك بس نعملها ازاي مع بعض. اوقات الناس تيجي وعايز يحكي الحدوته كلها، القصه كلها ومشاكل كلها من اول قعده. انا بالنسبه لي طبعا ده بيبقى حاجه مرفوضه يعني. مرفوضه لان هو لو هي فعلا مشكله كبيره وعايزه تتسمع، هي مستحيل تتسمع في قعده واحده. بالظبط. لكن انا برضو زي ما انت بتقول عايز احدف كله، وبعدين عايزك بقى انت كمان تاخد بقى المشكله دي وتفنطها وتقولها وتحلها، كل ده في قعده واحده. انا بشوفها انها انا عايز اقول ان انا جيت ومفيش حاجه نافعه برضه. يعني هو جدا. ديفense ان انا جيت اهو وقلت واتكلمت وهو قال لي كذا، او سمعني وما قالش حاجه دلوقتي. فيبقى ما فيش حل. ده ممكن. وساعات برضو بيجي في دماغي ابروتش تاني، انا عايز احسسك قد ايه انا بعاني عشان انا حابب انك تكون فاضل فيجر تاني في حياتي. يعني طبطب عليا بالله عليك كمعالج. بص، عايزك تشوفني اسوأ حالة عندك عشان احس كده ان انا فعلا يعني ايه سيلف انفليكتد بقى. ما انا عايز يا سلام لو دكتور شريف كمان قال لي ده انت حياتك بايظه، ده خلاص بقى همشي اقول ان ما فيهاش حل. حتى ده، هو ده كنت لسه بنتكلم في حاجه كده. هل الشخص اللي هو عايز يوصل ان المشكله بتاعته دي غير قابله للحل، او ان المشكله بتاعته دي كبيره قوي، هل الشخص ده بيعمل ده من نارسيستيك درايف؟ بمعنى انا النرجسيه بتاعتي بتقول ان انا المشاكل بتاعتي اكبر من ان اي حد يحلها. اوكي. فاي حد هيقول لي اي حاجه هي بايظه وما تنفعش، لان انت فاكر ان انت تعرف تحل مشكلتي بقى لها 20 سنه، فانت فاكر ان انت ممكن هتعرف جدا. تديني بتاع. ممكن انا جدا. جزء من شوفاني النفسي او قيمتي قدام نفسي ان انا صاحب المشكله التي لا تحل. صح. وكمان بقى اما تقول لي ده هي خطوات صغيره ان شاء الله. خطوات انت صغيره ايه يا عم؟ بتقلل مني. ده انت بتقلل مني كده. ده انا راجل فظيع يعني من كتر ما انا جامد جدا، مش مشكلتي لا تحل. وفي برضو برسبكتيف تاني، كتاب اللي هو The Body Keeps the Score. انت ختم على طرف لساني ان هو ده ينعكس في اعراض جسديه دايما. على طول. هو كان بيتكلم في قصة في الكتاب، كان الجنود اللي رجعوا من حرب فيتنام، وكان في منهم كتير عندهم اضطرابات. فكان بيقول ان في الجروب ثيرابي سيشنز ما كانش بيحس ان الناس دي بتدب فيها الحياة الا لما يتكلموا على احداث الحرب.
كانه بيقول اللي كان حاصل ده كان مدي معنى لوجودي. now I feel that I don't exist. انا كنت قائد فلاني وشفت ناس بتموت وفجاه رجعت بعد ما الحرب انتهت وقاعد في بيتي مع عيالي و I feel depressed. I used to be كان في اكشن. فهو برضه في يعني انجل تانية ان انا السافرنج بتاعتي جاي اقول لك انا I exist. لان انت لو حلت لي الكعبله انا مش حياتي كلها عايشها في الكعبله، انت اكنك بتقول لي انت حقير، انت مش موجود اصلا. فطبعا هفضل ملاتش او يعني ماسك قوي في الايدنتيتي بتاعت الايه، ان انا راجل مشكلتي ما تتحلش. حصل ده معايا هناك. واحد محجوز في المستشفى بقاله 9 شهور. اوكي. المشكله ما بتتحلش وقاعده بتزيد وجزء من المشكله اكتئاب، والجزء التاني صداع ما بيروحش. طب ايه يا اخوانا الراجل ده قصته ايه كان بيشرب وبطل بقاله 2 ومش عارف ايه، وكان مدير في شركه كبيره وساب الشركه فما قعدت اتكلم معاه. هو الراجل نفسه يرجع يشرب تاني، بس المشاكل الصحيه اللي حصلت له مخليه مش عارف يشرب تاني. اوكي. في نفس الوقت هو عايز ان هو يرجع بس مش قادر. فجسمه طب صداع بقى، بحيث ان بقى بالنسبه له بالنسبه لكل اللي حواليه لا ارجع اشرب ارحم من الوضع اللي احنا فيه. فلما نتكلم في ده قال لي ايه ده، انا اول مره اشوف الزاويه دي ومش عارف ايه. طيب تحب ان انا ارجع واتكلم معاك؟ يا ريت وبتاع. رحت له مره وكلمنا شويه، وبعد كده المرات اللي بعدها كان بيتحجج باي حاجه عشان ما نكملش في الكلام. ليه؟ لان شايف ان المشكله هتتحل. بالظبط. فما ينفعش، احنا خلينا احسن في الدايلاما دي. ويشوفني بره تمام، اول لما اروح له العنبر عشان نتكلم اصل انا تعبان، اصل انا ما اعرفش ايه، اصل انا عندي ايه، اتزنق. اول لما ايه ده المشكله هتتحل، فالمعاناه هتتحل، او الحجه لرجوع الشرب تاني خلاص كل هيتحل. حاجه هتفول اوف. كان انا في منساش كان في جروب حضرتك اديته قبل كده، وكان موضوعه هو احنا بنتكعبل في الحاجات اللي توصلنا للانتكاس الاول، ولا بناخد قرار ننتكس الاول. انا فاكر الجروب ده. لا هو انا باخد قرار وبعدين بفرد الكعبله واخبط فيها اقول اي انت خبطتني فانا لازم بقى خلاص انا متألم. فهو احنا ما هو ده نوع الذكاء اللي لما الواحد بيستخدمه لصالحه بينجح جدا. لو انا عندي ذكاء ان انا بقى كرييتيف انف ان انا الحق معاناه بنفسي سيلف انفليكتد، وان انا اعرف this kind of intelligence رهيب. ممكن تعمل بيه بيزنسز وتبقى سيلز رهيب. انت ممكن انت بايع للعالم كله ان انت عندك معاناه وهي اصلا ما فيش. بايع لنفسك قبل العالم. طبعا الحاجات اللي هي السوماتيزيشن او اللي هي الاوجاع اللي بتيجي، هو بيتوجع بجد، هو مش هزار. ده حقيقي بالظبط. فالواحد فعلا لما بيشوف قد ايه الذكاء ده، يا اما انا بدمر نفسي بيه، يا اما انا فعلا لو مسكت طريق تعافي انا ممكن استخدمه بشكل كرييتيف جدا فاكون ذكي. ده في تسديد احتياجاتي. يعني الشخص اللي بيستخدم الذكاء ده في تسديد احتياجاته في اي بيئه وجد فيها بيعرف يسدد احتياج لو هو الطريق ده يلزمه. سي او فورتشن 500 كومباني عندك ستريس، كل الناس كلها تشهد ان هو مثلا يدرب، بس لا انا كرييتيف انف ان انا اعرف اقلب ميتنج هزار عشان اخد تقدير من الناس. يعني يوز يور انتليجنس في اللي ينفعك. طيب نرجع بقى للحل اللي هو الضخم المعقد والحلول الصغيره. صح. ازاي نعرف ننقل من الفكره بتاعت انا لازم يجي لي حل معقد الى انا ممكن احل بحلول صغيره؟ يعني اعرف اقول لنفسي ايه اللي يخليني اقول ان الحل المعقد ده عشان يتنفذ اصلا، حتى لو هو ده اللي انا محتاجه، هو محتاج خطوات صغيره، وابقى زي ما انت قلت بقدر وبحتفل بالخطوات الصغيره دي. طيب هو يعني بصراحه الطريق ده بالنسبه لي اوله لازم يبقى فيه اعتراف. اعتراف ان في فرق ما بين اللعبه تتلعب ازاي وانا حابب العبها ازاي. لما بشوف الفاصل ما بين الاثنين ممكن هنا يتكون قبول. اوكي يعني انا طول الفتره اللي فاتت هي بتتلعب ببيبي ستيبس، بس انا حابب العبها خطوات كبيره عشان احس ان انا عندي قيمه. الشوفان ده يعني بيخلي الواحد يحس هو ايه ده مفيش غير الطريقه دي. لازم يكون في اكنولجمنت ان مفيش غير الطريقه دي. اللي بيصبر بيلعبها بيبي ستيبس هو مش بيلعبها كده عشان هو حابب البيبي ستيبس، عشان هو
ما بيتخانقش مع قوانين الحياه، هو شايف ان الخناقه مع قوانين الحياه هو اللي هيخسر. خلاص انا مسلم، هي ما بتتلعبش غير كده، هصبر عشان انا عندي حاجه عايز اوصل لها. فلو الموتيفيشن قوي، مع ان انا اول حاجه قلت بلساني لازم اقول ده، انا اكتشفت ان في فرق ما بين اللعبه بتتلعب ازاي وانا حابب العبها ازاي. من هنا بيحصل زي كونشس شوك، من هنا ممكن خلاص اوكي. البيبي ستابس بعديها هتكون ايه؟ تسليم للنيو ايدنتيتي. هي الفكره مش في البيبي ستابس، الفكره ان هي تتسق مع الايدنتيتي اللي انا فيها. صدقت ان there's no other way، صدق في ده، هتيجي في النص طبعا لان الايدنتيتي القديمه موجوده، هتفرفص. محتاج تفكر نفسك، محتاج دايما. انا القرايه بتفيدني في كده، انا بالنسبه لي القرايه كاني جروب ثيرابي سيشنز، الاوثر دول صحابي، فويس اوف ريزن. فدايما برجع اسمع كتب بتعقلني، لان انا طبيعتي عندي عدم صواب، او انا بميل للادرينالين ويلا ونكسر الدنيا في يومين، فمحتاج حد ينزلني على الارض دايما. فالاوديو بوكس او القرايه دايما بتنزله. ماشي، انت حكيم يا جيمس. ففعلا لو حد فعلا عايز يفضل ثابت على البيبي ستيبس، انت محتاج تحوط نفسك بناس انجينيرن انفايرمنت والبيبي ستيبس ار سيلبريتد. ما تبقاش انت كل اللي بتعمله خطوات بسيطه وقاعد على ناس في القهوه كلهم بيحسوا بالقيمه من النصب على الناس والحوارات اللي، فانت هتحس ان انت بني ادم حقير جنبهم طبيعي. فبرضو احترم ان اصلا it's hard to keep taking baby steps، فانجينير environment من الناس وبتاع يكون ده هم شبهك في الفاليوز. فانا هنزل اقعد مع دكتور شريف، وايه ده عنده بيزنس زي بقاله سنتين بياخدها يوم بيوم. ف كوميونتي سبورت مهم جدا في سستيننج المينتاليتي بتاعت البيبي ستيبس. بص، لو انا هحط سلوجان زي ما انت للحلقه من اللي انت قلته، هو ان البيبي ستيبس هي قوانين الحياه. عجباني جدا الجمله دي يعني. ده حقيقي. شكرا جدا. شكرا.